السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم وألف مرحبا في قناتي وقناتكم قناة مدام فاتي شانيل. اليوم إن شاء الله الوصفة ديال اليوم تريد بالدجاج بلدي. الوصفة الأكلة عائلية بيناتنا. كنتمنى هاد الوصفة تعجبكم بما أن كاين البرد في المغرب وكنقلبوا على الوصفات اللي كتسخن الدات ديالنا. غادي نخليكم مع الوصفة ديال اليوم تريد بالطريقة ديال دوكالا ودجاج بلدي بالطريقه ديالي انا. كنتمنى هاد الوصفه تعجبكم وشكرا جزيلا. واللي عجبو الفيديو يعمل لي لايك، بارطاجيو فيديو مع الاصدقاء ديالكم، وكنشكركم كاملين بكم بدون استثناء اللي باقين كتواصلوا معايا الاصدقاء ديالي. كنشكرهم بزاف بزاف بزاف. عندي واحد الفريرج بلدي كما كتشوفوا، غسلته نقيته شرملته، ما صورش من البدايه. شويه د الملحه والابزار خلطتها في الزلافه، الابزار وسكينجبير والخرقوم البلدي والسمينه والمليحه، شويه د الزويته بلديه. خلطت هذاك الشيء وعملتها في هذا الفريرج بلدي من بعد ما غسلته مزيان مزيان مزيان. ما كنعملش الثومه في هذه الرفيسه البلديه. هنايا عندي جوج بصيلات مقطعين. غنصل الفريريج ديالنا من بعد ما خليته مرقت في التشرميله ديالو باش كيشرب ديك التشرميله. قلت لكم شويه ديال الابزار، معلقه ديال الابزار مع مراش وسكينجبير مع مراش والخرقوم البلدي، كنمش خرقوم العادي، وشويه ديال السمينه والزويته المليحه، وخليتها هكا في ديك التشرميله ديالها باش كتفرج كيجي بنين. عندي هنا الزيت كيبغي لي دام، غنشحرو نخليه يتشحر. هنا عملت طحين مليحه وعجنت العجينه ديال التريد. هاد الرفيسه عندكم ان شاء الله عيب التريد. بالنسبه لهاد الفريريج بلدي خصو يتشحر مزيان ضروري. الرفيسه كامله كنشحر انا، خصها تشحر مزيان حتى كتنزل ديك البصيله وكتطلق واحد النسيمه مزيونه. خصو يتشحر الفروج بلدي هذا، خصو يتشحر عاد من الفوق ونسد عليه ونزيد واحد شويه ديال الربيع. كنمرقوا الطنجره ديالنا، غسلت شويه ديال الربيع وربطته ودابا كنسدو عليها. من بعد نعملوها كريسات صغيورين بحال الرغايب. دابا كنطلقوا التريد، كندير وحده فوق وحده. كنقلبوا وحده كتبقى ماشيه وحده فوق وحده، كاملين وحده فوق وحده. الا بغيت نديرهم كاملين نديرهم كاملين، ندير نص ونص ندير. هاد التريد ديال الساديه النصيب ديالي. عاوتاني غندير فوق منها ياك. نقلب حتى نقلب عاد ندير فوق نص طايله عاد ديال الثمن. صافي كتبقى ماشيه بحال هكايا. عاوتاني غادي تطلع مع ديك التطيبه الاولى وعاد تقلب. تريد هذا اش من مدينه. كتطلق العجينه كتطلقها بحال الرغايف على شكل ورقه، وكتعملها من الفوق وكتبقى تقلب، واللي طابت كتبقى تحيدها. هذا التريد ديال اللي قالت الساديه ديال الدكاله.
كيجي غزال وما كيدار ما والو. وكاين اللي كيعملوا بالنسبه للناس اللي كيعجبهم بالمساخن بالنسبه للبرد، حتى هو كيولي عنده المعده ما كيقدرش ياكل هذاك الشيء. هي في حقيقه هاد التريد كيكون بديك الطريقه اللي قلت لكم، مساخن العدس، هذاك هو التريد الحقيقي. كتحط هكا كطيب الدجاج بديك الطريقه كما كتشوفوها، هي محمره كتحيد الفوقانيه ملي كتحمر كتحيدها وما كيدارش. هذا بالنسبه للمعده ما كيدارش، كتجي رقيقه ومقرمشه ما معجنه ما والو، ما كدارش في المعده. كتبقى مستمره بحال هكا كتورق وزعما الفوق منا، ومن بعد اللي طابت كتبقى تحيد هكايا كتحمر كتحيد اللي طابت كتحيدها، وهي مستمره بحال هكا وحده فوق وحده ورقه فوق ورقه، يعني كتورق بحال الشكل ديال الورقه ديال الرغيفه كما كتشوفوا. صراحه كتجي محلوله الراسه. بالنسبه للطاجين كيكون مقلوب، هي قلباتو ماشي عملاتو، قلباتو عاد ودهناتو وكتبقى ترش. ملي كدير الورقه راه كترشي شويه بالزيت، راه ما كتجيش هي ملدمه كاع بزاف. كتبقى طيب من الداخل. هي طيبه من داخل من برا. هاي طيبه من داخل. طاط نقطعو نديرو البيض، نقطعو نديرو كديرش مقاس كلشي عبيدي. شو الطريقه ديالو. نديرو بحال دابا اللي طابت كتحيدها من الداخل. اللي طابت خاصها تحيد تبشش باش تربع باش ترجع مزيان. هنايا كتقطع عبيده، اللي بغى يقطع بالمقاس وشحال سواء طريف فاتغلاضين ولا رقاقين، هي كتقطع بهذه الطريقه. عبيده بلديه تجي وجه ديالنا هي طايبه تحمرت الراسه في الطنجره. الوريقات ديالنا ديال الرغايفه هما طابو تقريبا قريبه تسالي كما كتشوفوا. جات غزاله مرقه مقرمشه ما كدارش في المعده، جات غزاله تبارك الله عليها، الله يخلي لها صحيحتها. ودابا غادي نمرقوا نديروه في الطبق التقديم ان شاء الله بحول الله. تبارك الله عليك الساديه. الله يبارك فيك عليا الفلوسه ديالنا واجده. غزاله يعطيك الصحه. قرمشه الصراحه. صافي عملناها في طبق التقديم. كنتمنى تعجبكم هاد التريد ديالنا بالطريقه ديال الدكاليات. بالنسبه للتريد الطريقه ديالي ديال النصيب ديال الدجاج، كنتمنى هاد الوصفه اليوم تعجبكم. الا عجبتكم عملوا لي لايك، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. شكرا جزيلا.